إذن مشاهدينا نشاهد هذه الصور الأولى التي تصلنا الآن من تل أبيب. صاروخ باليستي إيراني يسقط قبل لحظات ضمن الرشقة الثانية من الهجوم الذي تشهده هذه الساعات من فجر اليوم، ونحن نتحدث هنا عن سقوط في قلب منطقة تعد من أكثر المناطق حيوية وحساسية داخل تل أبيب. الأنباء الأولية تشير إلى أن الصاروخ سقط في محيط محطة قطارات تل أبيب المركزية سافيدور الواقعة في شارع أورلوزوروف، أحد أهم الشرايين الحيوية في المدينة. إذن سقوط صاروخ إيراني في عصب النقل المركزي لتل أبيب فجر اليوم. المعطيات الميدانية تؤكد نجاح ووصول هذا الصاروخ الذي كان ضمن الرشقة الثانية من الهجوم الجاري في هذه الساعات. وصول هذا الصاروخ الباليستي تحديدا مشاهدين إلى هذا المربع الحيوي يعني ميدانيا وبشكل قاطع نسف اتفاق وقف إطلاق النار ومخرجات التهدئة بالكامل، وهي التهدئة التي استمرت صامدة ودخلت حيز التنفيذ منذ إبريل الماضي. وتتجه الأنظار الآن إلى حجم الأضرار والنتائج الميدانية المترتبة على هذا الهجوم في وقت تفرض فيه الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما صارما على محيط شارع أورلوزوروف. لكن النتائج الأبرز فجر اليوم لا تحتاج إلى بيانات عسكرية، بل توثقها هذه المشاهد الحية التي تتابعونها معنا على الشاشة من مناطق متفرقة في تل أبيب والمركز. نحن نرسل الآن هروبا جماعيا وعشوائيا لعشرات الآلاف من المستوطنين الذين يهرعون في هذه اللحظات إلى الملاجئ العامة، والتي أجبرت الجبهة الداخلية على فتح أبوابها على عجل بعد دوي صفارات الإنذار التي هزت ضواحي العاصمة بالكامل. هذه الطوابير والمشاهد المتدفقة الآن نحو باطن الأرض تعكس الصدمة الحقيقية للرشقة الإيرانية الثانية. عشرات الآلاف ما زالوا يتوافدون تباعا إلى الملاجئ في جغرافيا عاشت لشهور، وتحديدا منذ اتفاق أبريل الماضي على وهام الأمن الكامل وبعيدا عن حسابات النار. النزوح الجماعي تحت الأرض فجر اليوم وفي هذا التوقيت تحديدا هو الانكسار الفعلي لمعادلة الردع الإسرائيلية. الملايين في تل أبيب الكبرى الذين يتابعون الحدث الآن من داخل التحصينات يدركون أن الطمأنينة التي وعدوا بها طويلا قد انتهت بجرة قلم، وأن معادلة الخوف قد فرضت نفسها بالكامل. الحرب لم تعد خبرا بعيدا في النشرات، الحرب أصبحت حرفيا فوق رؤوسهم. ونشاهد على الشاشة مشاهدينا الظهور الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل دقائق معدودة من الآن. ظهور مريب من حيث التوقيت والمكان، حيث لم تحدد الرقابة العسكرية موقع هذا التصريح، لكن التدقيق العسكري في خلفية الصورة والانتشار الأمني المكثف يرجح بقوة أنه يتحدث من محيط أحد الملاجئ المحصنة أو المقرات السرية البديلة. ملامح نتنياهو والظروف المحيطة بخروجه اللحظي تعكس بوضوح استثنائية المأزق، ورغم محاولته إبداء التماسك إلا أن كلماته جاءت مقتضبة وحادة جدا، حيث أعلن رسميا أن طهران ارتكبت خطأ فادحا برجوعها إلى خيار الرشقات الباليستية، متوعدا بأن هذا الهجوم لن يمضي دون عواقب قاسية. نتنياهو وجه في ذات التصريح رسالة وصفت بالطارئة إلى الشارع الإسرائيلي، طلبهم فيها بالالتزام التام بتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل الملاجئ. هذا الخطاب المباشر والسريع يثبت بالدليل القاطع أن القيادة الإسرائيلية تعيش تحت ضغط ميداني حقيقي، فخروج رئيس الحكومة ليتوعد بالرد بينما لا يزال عشرات الآلاف من مواطنيه يتدفقون إلى باطن الأرض يعطي الانطباع الأكيد بأن إسرائيل باتت أمام واقع جديد لا مجال فيه للمناورة، وأن تداعيات ارتطام شارع أورلوزوروف قد وضعت عاصمة القرار أمام أصعب خياراتها العسكرية منذ أشهر.
إذن يوجد خبر عاجل يرد في هذه اللحظات، ويبدو أن هناك رد إسرائيلي. ففي آخر المستجدات الميدانية أعلن الجيش الإسرائيلي رسميا أن سلاح الجو التابع له استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في منطقتي غرب ووسط إيران. وفي سياق متصل أكدت القناة 14 الإسرائيلية أن المقاتلات الحربية تشن هجمات مكثفة على أهداف محددة داخل الأراضي الإيرانية. هذا الإعلان الإسرائيلي توازى مع رصد ميداني واسع النطاق داخل المدن الإيرانية، إذ نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية سماع دوي ما لا يقل عن 3 انفجارات في محافظة أصفهان، بالإضافة إلى دوي انفجارين قويين على الأقل في العاصمة طهران. من جهتها أفادت وكالة تسنيم بتسجيل دوي انفجارات في محيط مدينة كرج، في حين تقاطعت تقارير وكالة مهر والتلفزيون الإيراني الرسمي لتؤكد سماع تفجيرات عدة شملت العاصمة طهران وتبريز وأصفهان. وفي المقابل وعلى صعيد ردود الفعل والترقب الميداني، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل رفعت درجة استعدادها وتترقب في هذه الأثناء هجوما صاروخيا فوريا قد ينطلق من إيران ردا على هذه الضربات. ومن جهتها أعلنت طهران دخولها المباشر على خط المواجهة الميدانية، حيث تم في هذه الأثناء نشر مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة باتجاه الأراضي المحتلة، لافتا في هذا السياق أن هذه المسيرات حملت شعارا موحدا تحت عنوان لا نترك لبنان، في إشارة واضحة من الجانب الإيراني إلى الارتباط الوثيق بين هذه الضربات والتطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية. هذا التصعيد الميداني والجوي يعيدنا إلى العنوان الأبرز والأكبر لهذا اليوم، وهو التداعيات المتلاحقة لسقوط الصاروخ الإيراني داخل إسرائيل. هذا التطور لم يعد مجرد حدث ميداني عابر، بل فرض واقعا استراتيجيا جديدا على طاولة الحسابات العسكرية والسياسية في المنطقة. التداعيات الأولية تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة من كسر القواعد الميدانية التقليدية، وسط تساؤلات ومخاوف جدية حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه رقعة المواجهة وحجم الردود المتبادلة في الساعات القليلة القادمة. القراءة العسكرية للمشهد الحالي تؤكد أن الجانبين قد تجاوزا خطوطا حمراء طالما خضعت لتقديرات دقيقة، ما يجعل المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة وصعبة التنبؤ، بانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من بيانات رسمية تحدد المآلات السياسية والميدانية لهذه التطورات.